فهم كده. هو انت هتفضل تفصص في اللي حواليك كتير؟ يعني كل كلمة، كل تصرف، كل نظرة، كل حاجة لازم تحللها وتفهم ايه اللي وراها؟ خلاص خد الناس على طبيعتهم زي ما هما كده، مش لازم كل حاجة يبقى وراها نية، مش لازم كل تصرف بيبقى ليه تفسير. في ناس بتبقى بتتكلم بعفوية، في ناس مش بتعرف تعبر صح، في ناس بتتعامل على طبيعتها جدا من غير قصد، بس انت دماغك دايما تروح لبعيد تقول لأ، ده أكيد يقصد حاجة. تبدأ تتخيل وتربط وتفسر وتزعل على حاجات أصلا ملهاش وجود غير في دماغك انت. عارف إيه المشكلة؟ إنك بقيت شايف الكل بنضارة شك، بقيت حساس زيادة، تحلل الكلمة قبل ما تتقال، تفكر في الرد قبل ما تسمعه، اللي هو انت عايش دايما في توتر. ده مش وعي يا صاحبي، دي طاقة ضايعة منك وانت مش واخد بالك. انت مش مطلوب منك تبقى عارف نية كل حد، ولا تبقى دايما صاحي لأي حاجة صغيرة. كفاية تكون انت نيتك كويسة، كفاية ان انت تتعامل بصدق. حاول تترك الامر ده لله، حاول تترك اللي قدامك لنيته ولتفكيره. مش كل الناس شريرة، مش كل الناس بتفكر ورا كل كلمة. في ناس بسيطة طيبة نيتها نقية، احنا اللي بنقعد نحاسب اللي قدامنا على تفاصيل هو اصلا ممكن يكون مش واخد باله منها. نقول اكيد كان يقصدني بكلام، لا هو اكيد اتغير، لا ده هو اكيد زعل. كل ده منين؟ من اوهام دماغك، دماغك اللي دايما بتغرقك في تحليل ملوش لازمة. صدقني، اللي هتخسره لما تفضل تفصص الناس أكبر بكتير من اللي هتتعلمه. هتخسر راحة بالك، وهتخسر عفويتك، هتخسر ناس كانت بتحبك بصدق، لأنك ببساطة معرفتش تاخدهم على طبيعتهم. خليك بسيط، تعامل على قد اللي باين قدامك، مش لازم تعرف هو وراه ايه. اللي باين منه خير عامله بخير، اللي يوجعك حطله حدود وخلاص، ما تتعاملش معاه، ما ترهقش نفسك معاه، ما تضيعش معاه وقتك. بس بلاش كل حاجة تحللها وتعمل رد فعل وحسابات كتير. مش لازم كل كلمة تتحلل، مش لازم كل تصرف يتفسر. خفف عن نفسك شوية، سيب الناس تعيش زي ما هي، وسيب نفسك ترتاح من التفكير الزيادة ده. الخلاصة، مش لازم تفهم كل حاجة. أوقات الراحة بتبدأ لما تبطل تسأل ليه. عيش ببساطة كده، وخلي قلبك أخف من التحليل، وخلي بالك دايما من نفسك قبل ما تراقب غيرك. وبينك وبين نفسك كده جرب يوم واحد بس تتعامل بعفوية من غير ما تحلل ولا تفتش ولا تفصص. شوف كده يومك هيعدي ازاي، وهيبقى أهدى قد ايه. ممكن تكتشف ان البساطة دي هي أكتر حاجة كانت ناقصاك. والسلام.